السلام عليكم. هنكمل معاكم الافكار اللي قلنا هنعملها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت اتكلمت في حاجات عشوائيه، اللي هو صور وكنت بعلق عليها وكده. المره دي بقى هنحكي بقى اللي حصل بقى الفتره اللي فاتت دي كلها. مش هنحكي ان هو حكاوي، احنا مش جايين نفضفض، بس هحكي اخطاء واستفدت منها ازاي. بسم الله، يلا مع بعضينا كده. بسم الله. اول حاجه بس هكلمكم عن المقال ده، وهنقرا مقال تاني كتبته، وبعد كده هنبدا بقى رحلتنا مع بعض كده. وشكرا لاي حد بيسمع. بسم الله. الحريه الحقيقيه تبدا عندما تتوقفين عن السماح لاراء الاخرين بتحديد قيمتك، عندما تدركين ان كلماتهم ليست مراه تعكس حقيقتك، بل مجرد نوافذ تظهر حدود رؤيتهم هم. كل انسان ينظر اليك من خلال عدسه تجاربه الخاصه، مخاوفه ونقاط ضعفه. فلماذا تسمحين لشخص لم يعش يوما في جلدك، لم يمر بما مررت به، ولم يحمل أحلامك أن يقرر من أنت أو ما تستحقين؟ الحقيقة المؤلمة التي يجب أن تواجهيها: لن يرضى عنك الجميع أبدا. حتى لو حاولت بكل قوتك ستجدين دائما من ينتقدك. لكن الخبر السار هو أن هذا لا يعنيك. قيمتك ليست عملة يتداولها الناس بالموافقة أو الرفض. أنت كنز لا يفقد بريقه لأن أحدا لم يره، أو ماسة لا تتوقف عن اللمعان لأن عينا لن تلتفت إليها. تعلمي فن الفصل بين التقييم الموضوعي الذي يساعدك على النمو وبين الآراء العشوائية التي تهدف فقط إلى إحباطك. ليس كل من يتكلم عنك يستحق أن تستمعي له. بعض الكلمات مثل الغبار تمر مرورا عابرا دونك أن تترك أثرا حقيقيا إلا إذا سمحت لها بالاستقرار في عقلك وقلبك. اليوم قرري أن تكوني القاضية الوحيدة على نفسك. لا تتنازلي عن هذه المسؤولية المقدسة في أحد. عندما تسمعين صوت النقد اسألي نفسك: هل هذا الكلام يأتي من شخص يحبني حقا ويريد لي الأفضل؟ هل يساعدني هذا النقد على التحسن؟ إذا كانت الإجابة لا، فاعتبريه مجرد ضجيج في الخلفية، مثل صوت السيارة تمر في الشارع، تسمعينه لكنه لا يستحق تركيزك. تذكري أن أقوى النساء في التاريخ كن دائما الأكثر تعرضا للنقد. لم يكن ذلك لأنهن أسوأ من غيرهن، بل لأنهن تجرأن على أن يكن مختلفات. الفرق بينك وبينهن أنك تملكين خيارا: إما أن تعيشي سجينة آراء الناس، أو أن تحرري نفسك وتكتبي قصتك كما تريدينها أن تكون. القرار بين يديك. طبعا الكلام مش للبنات بس، للشباب كمان. طبعا الكلام برضو رضا الناس. مقولة رضا الناس غاية لا تدرك دي غلط. رضا الناس ليس بغاية أصلا. الناس ما يعني كان في ناس موافقين على دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وناس رافضينه، ناس بتكرهه وناس بتحبه، وده الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني مش احنا. يعني الرسول حصل معاه كده، فاحنا هيحصل معانا ايه؟ عادي عادي. في ناس هتحبك، في ناس هتكرهك، في ناس هتنتقدك، في ناس عادي. تقبل ده. تمام. وكل واحد بيشوفنا من وجهة نظره هو، مش احنا، فاهم؟ بس طبعا برضو المقولة دي لي انا: انت كنز لا يفقد بريقه لان احدا لم يره. بوجه نفس المقولة دي ليه؟ لان انا بتعب القناة ومحدش بيتكلم. خلينا بس ماشي. لان اوقات الموضوع ده بيحبطني شوية، بس في الاخر بفتكر ان انا بعمل اللي عليا، بتوكل على الله، وافتكر نؤذن وعلى الله البلاغ. حد اتكلم، حد ما اتكلمش، حد سمع، حد ما سمعش، في الاول وفي الاخر انا بعمل اللي عليا، لان انا نفسي جدا اترك اثر ولو بكلمه واحده. فيا رب اكون باثر بكلمه واحده وبس. ماشي. بسم الله. يلا نبدا بقى من اولنا. المقال ده بقى انا اللي كتبته بعد ما خلصنا العمل امبارح، الحمد لله. كانت رحله شاقه جدا جدا جدا. بسم الله، يلا نقراه مع بعض. يا دربو احكي عنهم. المقال الاول مهدى ليا والزمايلي. ماشي. يا درب احكي عنهم، يا درب احكي عنهم، عن أولئك الذين مشوا إليك كل صباح وقلوبهم مثقلة لكنهم مشوا. احكي عن 6 أيام متتاليات تتعاقب فيها الامتحانات العملية كالأمواج، لا تهدأ ولا تمنح الجسد فرصة ليلتقط أنفاسه. احكي عن طلاب الفرقة الثالثة في ترمهم الثاني يجمعون شتات أنفسهم كل ليلة ثم يقومون مع الفجر وكأن التعب لم يفتك بهم بالأمس. احكي يا درب عن صباحات الاستيقاظ المبكر، عن العيون التي قاومت النعاس والأقدام التي صارت طويلا ثم تعود آخر النهار منهكة إلى البيت، لكنها رغم ذلك كانت تعود ومعها محاولة جديدة. احكي عن الجهد الذي أثقلته الأيام، وعن السهر التي راكمته الليالي، وعن الأجساد التي كانت تقول كفى بينما الروح تهمس بقي القليل. احكي عن يوم الخميس 21 من مايو الساعة 9:50 صباحا، حين انتهى آخر امتحان عملي، امتحان التشريح المرضي. احكي عن تلك اللحظة التي امتزج فيها الإنهاك بالحمد، والتعب بالنجاة، والصمت بنداء خافت تمت بفضل الله. احكي يا درب عن المحاولات الخجولة التي حملتها الرحمة حتى وصلت، وما كان الوصول بقوة الجسد وحده، بل بتوفيق الله أولا، ثم بدعوات والدي صادقة، ثم بقلوب حاولت رغم كل شيء. وإن خانت الذاكرة يوما فستبقى الكلمات شاهدة. تبقى هذه السطور دليلا أن هناك نسخا منهم
لم تستسلم رغم الوهن، ولم تتوقف رغم التعب، وكانت تقاتل بالصمت. سلام على كل قلب محاول، سلام على كل خطوة ظنت صغيرة بينما كانت تقود للنجاة، وسلام على درب عرف تعبهم وسيشهد يوما بثماره. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا المقال ده مش موجه لينا احنا بس، موجه لأي حد بيحاول في أي حاجة. ربنا شايف تعبك، ربنا شايف تعبك، وكل خطوه بتخطيها هي مكتوبه وان شاء الله تكون في ميزان حسناتك. نجدد النيه دايما ان احنا بنعمل كده عشان ربنا يرضى عنا، عشان ما يكونش عمرنا بيضيع في كلام ملوش لازمه، ولان الفراغ برضو مفسده. نفتكر دايما ان اي حاجه بتمر، انا عن نفسي اي حاجه بتمر مش بتكون بقوتي خالص. احنا بنحاول وبنعمل اللي علينا، لكن في الاول وفي الاخر النتيجه بيد الله عز وجل، والتوفيق من عند ربنا، وما توفيقي الا بالله. افتكر دايما ربنا هو اللي بيعيننا وبيقوينا، فاستعين بالله ولا تعجز. كل حاجه بتعدي، كل حاجه بتعدي، لكن كل حاجه برضو بتعدي وبتترك فينا اثر. فحاول ان انت تختار الحاجه اللي تترك فيك اثر نافع. اعرف ان انت هتقوم وهتقع مره واثنين والف، بس كونك ان انت بتحاول تاني بعد ما وقعت فدي نعمه كبيره جدا من ربنا. في الامتحانات دي عيطنا كتير، تعبنا، حاولنا، قصرنا، حلينا في حاجات صح، حلينا في حاجات غلط. نفس الكلام الحياه، مش كل حاجه هتمشي في خط مستقيم، لا، هتغلط وهتقوم تاني وربنا يعينك. هتقابل ناس وهتقابل مواقف، حاجات كتير هتحصل لك، لكن اهم حاجه نحاول. احيانا دماغي كانت بتقول لي كفايه. مثلا كنت تعبانه، كان المفروض عندي ميعاد عند الدكتوره، كان دماغي بتقول لي ما تروحيش، مش هيبقى فيه فايده ان انت تروحي، او تروحي زي ما تروحيش، بتقول لي كده. لكن انا قلت لها يعني حتى لو مفيش فايده هحاول وهعمل اللي عليا. رحت والدكتوره كانت كويسه جدا الحمد لله. يعني مش هقول ان ده هيقلل الالم، لكن كونك ان انت بتروح وبتحاول فده تمام جدا. فده انت خلاص، يعني انت تكون راضي ان انت عملت اللي عليك. في نتيجه او لا مش مشكله، بس انت عملت اللي عليك للاخر، تمام. وكله على ربنا، مفيش حاجه اسمها اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، لا، هو انت هتعمل اللي عليك وكله على ربنا. طبعا تبقى متوكل على الله وبتاخد بالاسباب، ثم بتترك الامر لله. اه طبعا الناس اللي سمعوا الاجزاء اللي نزلناها من كتاب السلام عليك يا صاحبي، الكتاب ده يعني بحبه جدا جدا جدا. الكتاب ده سمعته من فتره طويله، حاولت اشتريه ورقي بس ما لقيتهوش. الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه، حاولت اجيب الكتاب واسمعه، او كنت اسمعه تاني، لكن قررت ان انا اقراه. ما سجلتوش كله بصوتي، لكن سجلت بعض الاجزاء منه. وبعد ما خلصت قراءته الحمد لله عملت لنفسي شهاده التقدير دي. بوريها لكم ليه؟ عشان اقول لكم ان انتوا كافئوا نفسكم لو بحاجه بسيطه. انتوا صحيح بتقعوا وبتخطئوا، لكن برضو انتوا بتعملوا حاجات كويسه جدا، بس انتوا مش شايفينها. اعتبروني انا مرايتكم اللي بتقول لكم لا انتوا كويسين، انتوا بتعملوا حاجات كويسه. ما تقولش لنفسك كلام سلبي، لان اكتر حد بيقول كلام سلبي بيأثر فيك هو انت. اوقات بيجي في دماغي افكار اللي هو انت مش توصلي لحاجه، انت مش تقدري تعملي حاجه، افكار عجز. اوقات بسمع لها واوقات بطردها. مش كل الاوقات هتبقى قوي، لكن كافئ نفسك ولو على كل حاجه بسيطه تعملها. اكتب محاولاتك البسيطه، ونبقى نتكلم في فيديو تاني عن موضوع كتابه المحاولات ده. فيديو هنحاول نخليه دقيقتين 3 ولا حاجه عشان بس نقدر نكمل. بس اتمنى الناس اللي تكون استفادت يعني لما سجلنا الكتاب، بعض الاجزاء من الكتاب بصوتي، وباذن الله هحاول اكمل بقى كتاب حسن الظن بالله. انا مش عارفه اقراه الفتره دي لان مزنوقه وكده، لكن باذن الله هحاول اقراه وانزله من الاول للاخر، هنحاول. وانا مبسوطه عامه يعني ان احنا نزلنا جزء مش قليل من كتاب السلام عليك يا صاحبي، وبتمنى من الله عز وجل ان يكرمنا واكمل كتاب بصوتي من اوله لاخره يا رب. طبعا الكتاب التسجيل بيبقى فيه اخطاء، لان انا احيانا يعني بعيد بقرا من اول وجديد، لكن طبعا هيبقى فيه اخطاء عادي، ولان احنا قلنا مفيش مثاليه وكده، ولان انا اوقات بتبقى طاقتي قليله فعادي يعني الفيديو بيبقى فيه اخطاء، ده عادي جدا. بس طولت عليك. مقال لا تعود نفسك عن الانسحاب موجود بقى، فمش هكرره تاني عشان الوقت وكده. ماشي، دي شويه رسائل كنت عاملاها وهقراها معاكم. ماشي. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها من صبر ومن جلدي، اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. التدرج، قانون التدرج هو الذي يحكم كل شيء، وتذكري دائما قال كذلك قال ربك هو عليه هين. كل شيء على ربنا هين، مفيش مستحيل عند ربنا عز وجل. رحلتك طويلة لكن غايتك الجنة. يا شقلبها ازاي دي يا رب. يمكننا دائما البدء مرة أخرى. We can always start again. دايما بقول أنا مش بحاول عشان أنا بطلة، لكن علشان ربنا موجود. اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. ذاك الصعب والعسير، بل والمستحيل على غير الله تعالى، ولكنه عليه هين. البوصلة، البداية، المنطلق هو القرآن. ابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم، ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله.
سأل شيخه: كيف أتوفق بحياتي؟ قال له: التوفيق يا صاحبي لا يعني النجاح دائما، التوفيق أن تستطيع الوقوف على قدميك مهما تعثرت، أن يملأ الرضا قلبك مهما ابتليت، أن تتنفس اليقين مهما بدت لا مخرج لها. دايما نفتكر رب الخير لا يأتي إلا بالخير، ودايما بنقول إن الألم أو اللحظات الصعبة هي دي اللي بتعلمنا، هي دي اللي بتثقل شخصيتنا، هي دي اللي بتخلينا أشخاص أقوى، ونقدر نكمل بعد كده بإذن الله عز وجل. رغم كل شيء نقوله أو نكتبه يبقى في القلب أشياء أكبر من أن تقال. دي حقيقة مهمة جدا. أحيانا ببقى طالعة أقول كلام بلاقي نفسي قلت كلام تاني خالص، الحمد لله. أحيانا بيبقى في دماغي كلام عمري ما أقدر أكتبه على الورق. أحيانا عمرك ما توصل اللي في دماغك تقدر تقوله بنفس شعور، أو حتى لو قلته هو مش هيوصل لقدامك بنفس الشعور، فاهم؟ طيب، إذا كانت نيتك لا أبرح حتى أبلغ فلا بد من أن تصبر على ما لم تحط به خبرة. الطريق مش سهل، الطريق هيبقى فيه صعوبات، هيبقى فيه تحديات، هيبقى فيه سقوط. افتكر ده كويس جدا. الحاجات الصعبة هي دي الحاجات الصح، هي دي المتعبة، هي دي اللي بنوصل لها بصعوبة. أما الحاجات السهلة هي غالبا الغلط، فبتبقى سهلة جدا مش محتاجة مجهود. بس لأنني أحاول جاهدا التشافي من أمور كثيرة لم يدرك أحد عمق أذاها في روحي مثلما كان الله يدرك ويعلم، فيا رب هب لي تلك الطمأنينة التي تنسيني كل دمع لم أستطع ظرفه لشدة الوجع، وكل خيبة ابتلعتها بالصمت والكتمان، وكل تعب مر على روحي وأهلكها. يتعافى المرء بالله وحده، بكرم الله ورزق الله وستر الله ورضا الله ونور الله وهداية الله. يتعافى المرء بغرفته فقط ومعه ربه فقط. آخر رسالة لينا كلنا: هنقع في الحرام اوقات، ممكن في حاجه مش عارف تبطلها وانت عارف انه ده ذنب وحرام وكده، لكن افتكر دايما: من عفى قلبه عن الحرام رزقه الله جميل الحلال، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. افتكر ده دايما، افتكر ان انت بشر بتغلط عادي، لكن نحاول نرجع ونتوب ونستغفر، ونفتكر ان من عفى قلبه عن الحرام رزقه الله جميل الحلال. اللهم ارزقنا الحلال يا رب، وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا رب. لا خلاص كفايه بقى، كفايه، حاسه ان احنا ايه، كفايه بقى كده الصراحه. بس كده شكرا، طولت عليكم جدا. لو حد بيسمع هنا يعني مش عارفه اقول والله، انا بزهق جدا، انا ممله اصلا. لا بلاش نقول لنفسنا كلام سلبي يا جدعان. ماشي، استعينوا بالله ولا تعجزوا. انا موجوده هنا على القناه، لو حد محتاج حاجه او عايز يسال عن حاجه او عايز نتكلم في موضوع معين ونتناقش فيه مع بعض، فما عنديش مشكله. لا والله هقول بقى ده، اقول الاثنين دول ما جاتش عليهم. ماشي، بسم الله. شخص مثلي بسيط لا يقبل إلا بالعلاقات المليئة بالراحة والود والتفاهم واللين في التعامل. أحب العلاقة التي لا تضطرني للدفاع عن نفسي أو تجميلها أو الفوز في معارك النقاشات. كلمة لطيفة كفيلة بإنهاء أي خلاف بيننا. أنني أبسط من تعقيد العلاقات وحربها. فعلا أنا كده. أنا واحدة يعني خطبتي قليلة وكده، فيعني ما بحبش، عارف اللي هو انا ممكن اتعرف على ناس في المواصلات عارفين عادي جدا، اتكلم معاهم عادي جدا، لكن انا في الحياه الناس اللي هم بيبقوا معايا بتبقى بحس ان انا انطوائيه جدا. ليه بقى؟ انا سالت نفسي السؤال ده، ليه يعني ليه بعمل كده؟ فلقيت ان الاجابه ان احنا الناس اللي بنبقى بنتعامل معاها على طول، فدول يعني بيبقى فيه التزامات وكده، اما الناس اللي بتقابلها في المواصلات انت ممكن تشوفها مره ما تشوفهاش تاني، فده الموضوع يعني. معذره يا جدعان، الوالده دخلت بقى، هنعمل ايه؟ طيب خير يا جدعان، يلا. وسامحني حين أبكي على قضائك رغم إيماني به، واغفر لي إذا نفذ صبري يا الله. يا لهوي على أنا رغاية جدا على فكرة. احنا لو فتحنا أنا بقول أهو مش هنخلص النهاردة والله. بس كده كفاية رغي. ماشي، عامة يعني كان عندي اقتراح ان احنا نعمل جروب وكده ونشارك فيه بالأنشطة اللي احنا بنحبها، لو حد بيحب حاجة دلوقتي أصلا. ماشي، بس ويبقى فيه زي ايه، بس خلاص كفاية. وفي النهاية رسالتنا اللي بنختم بيها كل فيديو: بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وتفاءل بالحياة تجد كل ما تتمنى، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم، ويكفي أن ابتسم لأن ربي وربك هو الله. بس كده. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلام لكل قلب محاول أنار الله دربكم وشرح صدركم. لا تنسوا سورة الكهف، لو نزلت البتاع ده يوم الجمعة ما تنسوش تقرأوا سورة الكهف. سلام.